نقول مساء الخير. اهلا يا كريم. انت مش المفروض تبقى على المسرح دلوقتي؟ لسه 10 دقايق، لسه بدري قوي. ولا انت خايف المدام تزعل؟ لا يا مش هنشغلكم، انت تشوف لي طبال. حاضر حاضر يا قلبي عينيا. اقعدي اقعدي يلا يا كريم عشان نمرتك يلا. طيب البنت دي بتعمل ايه هنا؟ انا عارف. كانت عايزه ايه يا ردوي؟ البنت دي كانت عايزه تسمع سعادتك المزيكا الجديده اللي هترقص عليها بقى. ايوه والقديمه مالها؟ حمضر حمضر ده ايه؟ نهايته. انت اتاخرت ليه امبارح؟ كان عندي شغل. شغل؟ ماشي. انا عندي فرح في المعادي، هخلص واروح على البيت. هلاقيك هناك؟ لا ما اظنش يا قلبي، لان في ناس جايين لي من بورسعيد جايبين بضاعه، على ما استلم البضاعه وادخلها المخازن هتبقى الساعه 6:30 7. نهايته خلى شغلك وتروح. اخرتها يا حسني هتفضل تكذب كده كل يوم عشان تقابلني؟ المهم ان احنا بنتقابل. انا هفضل معاك لغايه بكره. لا فوق، الكلام ده ما ينفعنيش. لازم تشوف لك حل. يعني حابك نحل ونربط دلوقتي؟ ما عدتش صدقك تاني ابدا. كل يوم تقول لي هطلقها ما بيحصلش. هطلقها يا ستي، صبرك عليا بس لما امسك التوكيل في ايدي، وبعد كده هديها استماره 6. وافرض بقى ما تلاقيتش على التوكيل يا حلو. سبحان الله ولا فالك. ده خلاص فاضل حلو دقه. خليك انت بس في حضني، دي وحشاني قوي. كذاب. لحقت وحشك من امبارح للنهارده. كان عليا مش عايز ابعد عنك ثانيه واحده. مش باين. اقتلها. نعم. اخلص منها وتلايم على كل حاجه. تلايم على كل حاجه ايه؟ ده انا اروح المشنقه. يا عبيط، انت عندك فرصه مش عند حد ابدا. ده ساكنين في المقدم. بلاش الكلام في الموضوع ده دلوقتي. طب انت اللي مش عاوز بقى. رايحه فين بس؟ مش عاوز تسمع كلامي يا حسني. هسمع كلامك بس خليكي جنبي. حاجه بسيطه قوي. انت تستناها وهي راجعه من الشغل الفجر، تقوم مجرجرها على الحته اللي جنب بيتكم بأي طريقه يا حسني، وتقوم